اول حاجه عايزكم تصلوا على النبي، وتاني حاجه شكرا جدا على الدعم القوي اللي انتوا قدمتوه في اخر فتره. شكرا بجد ليكم، وعايز اشكر كل شخص كان سبب في تقدم القناه دي. فلو عجبك يا صديقي تلخيصنا، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل مثل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ومن غير كلام كتير، مشاهده ممتعة. في نوفمبر 2017 بنشوف واحد اسمه جابر، واللي بيحضر الغدا علشان بنعرف انه مستني حد جايله. ما بنعرفش طبعا هما مين وجايين ليه، بس المهم لما بيقفل المكالمة بيفتح الفريزر اللي عنده وبنشوف واحدة ميتة جابر حاططها فيها، وهنعرف مين دي وايه القصة كلها دلوقتي. ننتقل بقى لسنة 2018 شهر يناير، وبنشوف الشخصية التانية اللي بتبقى اسمها زينة، واللي بنشوفها وهي بتنده على جابر باسم محي. وبنعرف ان جابر له شخصيات وهنعرفهم بعدين. وبعد كده بنرجع تاني بتاريخ نوفمبر 2017 العزومة اللي كان عاملها جابر لضيوفه، وبعد طبعا ما بيخلصهم بيشيلوا الفريزر اللي عنده وبيحملوه على العربية. وطبعا الفريزر ده بيبقى في الجثة. وبنتعرف على عم عيد جار جابر، واللي جابر بيشيله مع الدواء اللي ما كانش موجود في الصيدلية، وما بيرضاش ياخد منه تمن الدواء. وبالليل بنلاقيه بيطلع مراته من الفريزر، وايوه الجثه اللي كانت في الفريزر دي هي مراته، وبيجرها لحد القبر اللي هو عمله واللي بيكون في حوش البيت. وبعدها بيروح يعمل محضر تغيب في القسم، وبيجي له اتصال من والد مراته وبيقول له لو كان عرف اي حاجه عن بنته. فبيقول له جابر انه عمل محضر تغيب وانه هيقلب الدنيا عليها، بس امانه لو جات لك يقول لها ما تروحيش في حته علشان يروح يصلحها. وبعدها على طول بيبعت رساله من تليفون عادله لباباها بتقول له انها سابت البيت وهترفع قضيه خلع على جابر. وفي الليل بيروح ابو عدله وواحد معاه لام جابر، وبيحصل مشادة ما بينهم علشان اختفاء عدله اللي داخل على الشهرين، وجابر منزلش حتى دور معاهم. طبعا بترد عليهم جابر، واللي بتتحكى بابنها اللي كل المنطقه بتحكي عن اخلاقه وطيبته وتدينه. وبتحصل جريمة وهي وجود دم في إحدى الغرف في فندق، بتكون المشتبهة فيها سابت الفندق باللي فيه ومشيت من غير ما الفندق يعرف، وده اللي بيصعب المهمة على المحقق. وبتحكي له حصل لها إيه من اللي اسمه سلامة ده، واللي هو يبقى أبو عدلة. وبتحكي له لو ما خلصهاش منه وسابها في حالها هتسيب له هي المنطقة والدنيا بحالها. بس جابر بيهديها وبيقول لها إنه دور وسوى، وإن عم سلامة ده طيب وحقه يعمل كده. فبتقول له حقه إنه يقول عليا رد سجون ويعيب فيا. وبتفضل تقطم في جابر وبتحكي له حاجات زي مثلا الهدوم اللي انت لابسها ديت اعدل مشيتك، اقعد كويس. وبنحس ان ام جابر بتعامله كانه لسه صغير، وبتقول له ان سعيد ابن فتحيه خلف وعايزين ننقطه. فبيقوم جابر مطلع الفلوس وحزن الدنيا على وشه، وبيروح بعديها شغله واللي بيبقى مسمي نفسه يوسف. وعلى العموم دي شخصيته التالتة. يبقى احنا كده معانا 3 شخصيات، واحدة اسمها جابر وده اسمه الحقيقي، والاسم التاني واللي هو محي، والاسم التالت اللي معانا دلوقتي اللي اسمه يوسف. بيروح يوسف لصاحب المصنع اللي اسمه السيد الطويل، واللي بنشوف نجلاء اللي بتبقى عايزة تدير المصنع بس ما بيكونش راضي. وفي نفس الوقت يوسف بيهدي الوضع وبيبقى اصلا في علاقة مع نجلاء اللي هي تبقى زوجة صاحب المصنع السيد الطويل. ويوسف بيقول لنجلاء انه جاب لها محل هدوم في الجراند مول علشان يبقى باسمها، وبتبقى فرحانه طبعا. والمحقق بيبقى لسه بيدور على المشتبه واللي دخلت الفندق معاها وما خرجتش. وبيبقى يوسف قاعد مع السيد الطويل واللي بيبقى واخده كصديق وفي ليه، وبيحكي له على الستات والصور اللي بيفضلوا يبعتها له على الواتس وحوارات نجلاء واللي بتعمله. فالمهم بيروح يجيب اللاب علشان يمسح الصور اللي بتتبعت له، بس في الحقيقه يوسف بيعمل نسخ من الصور ديت وبيحطها عنده. وفي اللقطه ديت هنحتاجها بتاعت مسكه السكينه وتقطيع التفاحه علشان هنحتاجها بعدين. وبعدين يوسف بيقول له انه خلص الدنيا. وطبعا اخر تطورات القضيه بتاعه الفندق بتبعت رساله من معتز للمحقق، وهي ان كان في حد مع المشتبه بس مش باين وشه، وده اللي بيخلي الموضوع يقلب بغرابه اكتر. وبعد كده بنشوف الباشا مع افراد عيله زينه، ودي البنت اللي جابر حبسها وبيحقق معاهم بخصوص خروجها من البيت. والحكايه بتبدا لما والدها بيتخانق معاها بسبب زنها على السفر بره ومهنه التمثيل، اللي والدها شايف ان السكه دي شمال وكل اللي فيها مش كويسين. والموضوع بيقلب ساعات بالضرب، وده اللي قالته اختها سلمى. وبيتذكر اسم صاحبتها هالة اللي على طول بتمشي معاها. وبيقول الباشا لسلمى انه عايز جوزها علشان يحقق معاها، وبيبقى جوزها مسافر علشان شغال في الاستيراد. وبيوصل بعد كده جابر بشخصيه يوسف لبيت نجلاء، واللي بيقول لها انه خلص عليها، والموضوع بيبقى فيه سعاده وكده بس ما بنكونش عارفين مين ديت. وبيجيب لها السلسله بتاعتها وبتقول له انه يلبسها لها. وفي هجمه غير متوقعه بيقوم يوسف دابح نجلاء في مشهد غير معروف، وما بنعرفش ليه هو عمل كده، وبيسيبها
بيسيبها لحد ما بتموت. وبعد كده بيظهر جابر ومع السكينة اللي خلص على نجلاء بيها، وبيقوم حاططها في كيس ومطلع سكينة تانية من الشنطة، وهنعرف حالا ايه السكينة دي. وبعدين بيقوم واخد موبايل نجلاء وفتحه وبيبعت رسالة لزوجها بتقول فيها انها عرفت موضوع البنت اللي بتبعت له الصور على الموبايل، ولو ما جاش دلوقتي هتفضحه في المنطقة كلها. وبعد كده بيروح جابر مخلص وهو واخد السكينة اللي طلعها وعايزها في دم نجلاء، وبعد كده بيرميها وبيمشي. بتحضر الشرطة والمأمور، واللي السيد الطويل بيكون وصل وعمال بيعيط، وبيفضل يقول انه وصل ولقاها بالشكل ده. فبعد كده بيوزع الشرطة الضباط في المنطقة، وبيروح للسيد الطويل وبيقول له انه لو عمل كده علشان يدافع عن نفسه يحكي لهم علشان يشوفوا له طريقة تخرجوا منها، بس لو فضل بالشكل دوت ما فيهاش غير الاحمر. فبيقول له الحاج سيد انه ما عملش حاجه وكل المنطقه عارفه اني ماليش حاجه في اي حاجه. ووسط الكلام بيجي الضابط وبيقول للمحقق انه لقى السكينه ديت، فبيفرح السيد الطويل على ان السكينه ديت يعني هتحدد مين القاتل وكده. وبالليل بيروح جايب لزينة في بيت مهجور اللي هو حبسها فيه، وبيجيب معاه الاكل وبيدخله لزينة. وبعدها بيروح يحضر الاكل، وبيبان على محي اللي هو جابر يعني انه شغوف جدا في حته الطبخ والترتيب بتاعه. وبيروح يدي السلسله اللي كان هيديها لنجلاء ليها، وبيلبسها لها وبتقول له قد ايه هي حلوه. فبيقول لها انه خلص على نجلاء وخدها منها. ومعلومه في السريع كده، زينة بس هي اللي عارفه حقيقه جابر وعارفه هو بيعمل ايه. وفي وسط ما بيتعشم بتسال زينة جابر متضايق ليه، فبيرد عليها بيقول لها ان سلمى صدعته وعايز يطلقها. ومعلومه تانية، جابر متجوز اخت زينة ومفهمها انه شغال في الاستيراد وكده. فبيقوم جابر قايل لها انه اول مره حس انها بتحبه كانت في سنه 2014 شهر مارس، لما كانت زينة مخلصه الشغل بتاعها وكانت متضايقه بسبب المخرج بتاعها، وراحت تقابل محي الشاب الغني اللي هو اصلا موصل لها كده. فلما بيعترف محي بحبه ليها بتقول له زينة انها عمره ما حبته، وان اول ما شافته مع سلمى وهي معتبراه زي اخوها بالظبط. وبتقول له كمان ان زياد اللي هو صاحبها مرتبطين وكمان هيتجوزوا، بس برضه جابر بيفضل حاططها في دماغه. فبيروح جابر علشان يتجوز سلمى اختها. ولما بترجع زينة من بره بتتصدم لما بتشوف جابر، بس بتسلم عليه من غير ما حد يحس انهم عارفين بعض. وكذلك اختها سلمى بتنبهها انها تتعامل عادي علشان محدش يحس بانهم عارفينه. فبتقوم قايله له انها عايزه تخرج تشم هوا علشان اتخنقت من السيره. ولما بتخرج بيقول لها جابر انها بقت كل حاجه في حياته دلوقتي، فبتبص ناحيته وبتكون عايزه تنط من البلكونه، بس جابر بيمسكها وبيقول لها ان دي جازته يعني. فبتقول له زينة انها كانت بتختبر حبه ليها وبتشوفه هيعمل ايه. وبعد كده بنروح للشخصيه الرابعه معانا اللي باسم حسن. وكده احنا معانا 4 شخصيات، جابر اللي هو اسمه، ويوسف، ومحي، وكمان حسن اللي هو معانا دلوقتي. علشان بس ما نتوهش، حسن بيبقى بيحب بنت اسمها نور، واللي بيتعرف عليها من عن طريق مامتها، واللي بيبقى شغال اوبر، وعرفها من مره كان بيوصل مامتها مشوار، وبيبقى عايز يتجوزها، بس بتبقى نور واقفه ضد ان ابوها لسه هيجي من السفر ومش هيوافق بسبب انه ما عندوش شقه. بس حسن بيقول لها ان دخل في كام حاجه وان شاء الله هتتدبر. وبعد كده بنروح للمحقق اللي بيتكلم مع والدة هلا، واللي بتقول له ان هلا راحت تسافر مع زينة للجونة علشان جلسة تصوير، وفي نفس الوقت أسرة زينة قالت انها تسافر لدبي علشان كده هربت. فبيبقى الموضوع مش مفهوم من الطرفين، فبيقول للظابط انه هيدور عليهم وفي اقرب وقت هيلاقيهم وبيطمنها. بعدين بنشوف عم جابر اللي اسمها صباح وهي رايحة تنكد على أمه علشان بترن عليها وما بتردش. وبنعرف إن صباح البيت بتاعها اتهد وراحت قعدت في دار مسنين، وكمان جابر هو اللي بيصرف عليها. فبتقول لها صباح إنها جاية تاخد حقها من البيت اللي هي قاعدة فيه ده، بس بترد عليها هانم أم جابر بإنها من الآخر ولا هتطول سما ولا أرض، والبيت دوت ولا بتاعها ولا بتاع أخوها. وبتحصل مشادة ما بينهم بالألفاظ، وصباح بتمد إيديها على أم جابر وبتضربها بالقلم. فبتقوم على طول متصلة على جابر، ولما بيجي جابر بيتكلم مع امه، وطبعا بتحكي له على اللي حصل وانها ضربتها، وبتقول له اياك بعد كده تدفع جنيه تاني ليها. لما بيقول لها انها قلبها ابيض هيديها ايجار حق القعده بتاعتهم، فبتقول له انه لو دفع مليين تاني ولا هو ابنها ولا هي تعرف. وبعد كده بتيجي فاديه وبتقول لجابر انها كسبت قضيه ورث ابوها وانها معاه 45,000 جنيه عايزه توظفهم معاه. وبعد الكلمتين الحلوين بيقول لها جابر ان الفلوس دي هتطلع لها 2000 جنيه في الشهر. وفاديه طبعا ما بتصدقش وبتقول له انها هتبقى تجيب له الفلوس. وبيجي اتصال المحقق حازم بيقول له انهم لقوا من العربيه اللي كانت فيها زينة على طريق اسكندريه الصحراوي، بس العربيه بتكون على الابيض وما فيهاش ولا بصمه. وفي نفس الوقت معتز بيقول له انهم لقوا عنوان القسط اللي هم كانوا بيروحوا له على طول. وبيبقى الباشا مستني التقرير اللي جاله من العربيه. وبعدين بيوصل محي لسلمى كزيارته المعتاده اللي بتحصل مره ولا 2 في الشهر.
وبيعرف منها ان البوليس بيدور على زينة علشان خرجت من الفندق من غير ما تعمل شيك اوت، وانهم خدوا اقوالهم كلها وعايزينه هو كمان. وبتقول له انها زهقت منه ومن تصرفاته معاها، وانها مش كل مره ينضحك عليها بكلمتين. واليوم اللي بعديها بيروح للباشا واللي بيساله عن علاقته بزينة ومن هلا اللي بتمشي معاها دي، فبيرد عليه محي بيقول له ان علاقته بزينة سطحيه خالص والرد على قد السؤال، وبيقول له ان هلا تبقى صديقه زينة القريبه منها، بس بيبقى فيه نبره خوف لما بيساله عن شركته وبتصدر ايه. فبيرد عليه محي بانه على حسب الحموله، ساعات الكترونيات وساعات هدوم وكده يعني. فبيقوم الباشا شكره على وقته وبيقول له انه ممكن يمشي دلوقتي، وبالليل بيروح عند عمته واللي بيقعد يتفرج معاه على الفيلم، وبيجيب لها البسبوسه اللي هي بتحبها، وبيقول لها انه خلاص النهارده هتبقى اخر ليله هتقعد هنا في المكان وهتروح تقعد في البيت. وطبعا عمته بتبقى طايره من الفرحه لحد ما جابر بيقلب وبيقوم واخد المخده وكاتم نفس عمته لحد ما بتطلع في الروح. وبعد كده بيخلص جابر على عمته وبيعمل لها العزاء وبيصلي عليها، وبعد كده بيقعد مع امه وبتيجي فاديه بتديله الفلوس اللي كانت معاها علشان يوظفهم زي ما قال لها. وبيروح المصنع وبيعرف الناس اللي شغاله هناك بان المصنع بقى تحت ايده، واي استفسار عن اي حاجه يروحوا له المكتب. وبعدين وهو ماشي بيجي له رساله من رقم مجهول بتقول له انه عارف كل حاجه. وبعد كده جابر بيرد على الشخص المجهول دوت وبيقول له انه عايز 4 مليون جنيه علشان ما يبيتوش بكره في السجن. وجابر ما بيكونش فاهم حاجه، فبيقول له انه لو ما جابش الفلوس في خلال ساعتين هيتصل على البوليس. فجابر بيقوم واخد بعضه وراكب عربيته، فبتتصل فادية عليه بخصوص الفلوس اللي اديتها له، فبيرد عليها جابر وهو متنرفز وبيقول لها لما يبقى ليك قبض هبقى اقول لي. وبعد كده بيمشي، وبعد كده بيجيب فلوس بس بيرد على المجهول دوت وبيقول له انه مش هيديله حاجه غير لما يتكلموا مع بعض ويعرف هو مين، والا مفيش فلوس. والمحقق حازم بيروح لمكان القصد اللي كانت زينه وصاحبتها هاله بيروحوا، وبيتكلم مع مخرج الاعلانات اللي هناك، وبيعرف انه كان مصاحبهم بتاع سنه و7 شهور بس ما كملوش طبعا، وده بسبب حاجات كتيره منها موضوع السفر، واللي هو ان زين وهاله جات لهم فرصه تمثيل في مسلسل في دبي، واللي جاب لهم الفرصه ديت مخرج من بره. وبعد كده بنرجع لسنه 1990 لما كانت ام جابر بتتخانق مع ابوه وبتقتله قدام عيون جابر بدون رحمه. وبعد كده بيروح يقعد مع زينه وبيعرفها باللي حصل، ومن طريقه كلامه بنعرف انه بيدور على الشخص المجهول دوت وهيجيبه يعني. وبيروح جابر وسط المصنع وبيبقى بيدور على حاجه فيه، وبيبعت للمجهول دوت رساله بيقول له انه هيجيب له الفلوس على اخر اليوم. وبعد كده بيقع المحقق حازم مع ابنه ادم في مشكله بعد ما بيروح يجيبه من القسم بسبب قضيه حشيش، واللي بنعرف من ابنه انه كره ابوه جدا بسبب حادثه امه اللي كانت سبب في موتها. وبعد كده بيروح جابر في المنطقه اللي الشخص المجهول بيقول له انه يسيب الفلوس فيها، وبنعرف بعد كده انها رحاب من المصنع، فبيخطفها جابر. وبعد كده بيتكلم مع نور لحد ما بيخلص معاها وبيقوم قاتل رحاب ومخلص عليها. بعدين بيجيب المحقق المخرج اللي كان معرف زينة وهالة انه مخرج وهيسفرهم، وبعدين بنعرف انه نصاب ومش هو كمان اللي هيسفرهم، فبيدي امر حازم بحبسه. وبنروح للاخت فادية واختها وهم مشككين في وضع جابر، خصوصا انه قال لها انه هيجيب الفلوس على اخر الاسبوع وما جابش حاجه. وبعد كده بنرجع ل 2017 مع زوجة جابر الاولى واللي كانت في مشاكل دايما، ولما بيزهق من مشاكلها بيعمل منها صينيه بطاطس. وبعدين بيروح ابو عبله يعمل محضر في جابر علشان مش مصدق حكايه اختفائها ديت وشاكك في جابر ان هو اللي خاطفها، وبتظهر ادله جديده وغامضه في حكايه اختفاء زينه وهاله. وبعد كده بيجي محضر لجابر بيوصل له عند البيت، ساعتها بتبقى فاديه واختها قاعدين وبتخاف اكتر على فلوسها، فبتروح تقول لامه، طبعا بتتصل عليه وبتقول له على اللي حصل، فبيقول لها جابر انها ما تخافش وتلاقيها شويه تحريات بس. فبتقوم فادية مكلماه وبتقول له انها عايزه الفلوس، فبيجاوبها جابر بيقول لها انه اشترى بضاعه بيهم، فبتخاف فادية وبتقول له خلاص تجيب لها البضاعه وهي تتصرف فيهم. فبيقول لها جابر على اخر النهار تكلمه يكون فضي. وبعدين بيحكي مع زينة وبيقول لها على المحضر اللي جاله، بس هو طبعا محضر كل حاجه. تسال عليه فادية وبتقول له انها تقول لهانم على اللي حصل بسبب انه معلقه، فبيقوم قايل لها خلاص تيجي تقابله كمان شويه. فبتروح ناحيه مصنع كده بتاعه وبتدخل، واول ما بتدخل بيقوم زقيقها ناحيه صناديق ازاز، فبتضربه بواحده منهم بتعوره، بس هو طبعا بيقوم متفوق عليها وبيقوم قاتلها بطريقه وحشه جدا. وبعدين بيسحب جابر جثه فادية على الحفره اللي هو عملها لها وبيدفن معاها الجثه التانيه، وبعدها بيروح يحضر الاكل. وبنرجع سنه 1990 وبنشوف ام جابر وهي بتحبسه في صندوق حديد بسبب غلط عمله، وبنستنتج يعني من الاخر ان ام جابر هي اللي عملت له العقده اللي هو فيها دي. وبعدين بيروح
جابر المصنع وبيقعد مع صادق وبيواسيه وبيحاول يعني يداري على اللي هو عمله وبينصحه انه ما يبلغش لانه مش عارف ايه اللي هيحصل وطبعا ممكن ترجع ويلبس بلاغ كاذب. وفي الناحيه التانيه بيلاقي البوليس جثه والجثه ديت تبقى جثه هالة صاحبه زينه واللي الكلام بيوصل لجابر وبيتحرك على طول وبيروح يقعد مع زينه وبيقول لها وبعدين بيعمل خطه وهو انه يدس ادله علشان يمشي البوليس على كيفه ويعرفه هو عايز ايه. بعدين بنرجع لسنه 2018 اول حاجه مع زينه لما بتكلم جابر وتقول له ان هالة فضلت تتقطع من بعضها وبعدين اغمى عليها وشكلها ماتت فبيحكي لها جابر انها تهدى وتمشي زي ما هيقول لها والموضوع كالتالي وهي انها تاخد الفلوس بتاعتها وتحط جثتها في الشنطه وتنزل من غير ما حد ياخد باله وبتنزل وبتمشي وبيروح جابر وبيقعد مع سلمى اللي بتكون عماله تتخانق معاه بسبب عيشته معاها وسفره اللي على طول وموضوع شغله ده فبيلطف جابر الدنيا وبيقول لها كلمتين حلوين وبيقوموا يتعشوا وام جابر بتتكلم على موضوع اختفاء فاديه وبتقول للمساعده بتاعتها عنها فبتقول لها انها ما شافتهاش وبتذكر ان اخر حاجه كانوا متكلمين فيها هو موضوع الفلوس اللي جابر خدها منها وبتحس هانم بحاجه فبتتصل عليه فبيرد جابر ويقول لها ان ما يعرفش عنها حاجه بس سمع انها ماشيه مع واحد في المنطقه عندهم هيبقى يتاكد من الموضوع يبقى يقول لها فبيجي محضر ضابط البوليس بيجي وبياخد جابر وسلمى في الاسم عشان بيبقى الضابط ضبط العينات الدم بتاعت هالة وطلعت هي يعني وكمان الطب الشرعي قال انها ما ماتتش من الخبطات اللي في دماغها بل ماتت مسمومه وغالبا اتحطت في صندوق فعشان كده جاب عيلتها كلها يستجوبوا. بتدخل اول واحده سلمى وبيعرفوها ان صاحبه زينه اللي هي هالة ماتت وعايزين يعرفوا منها اي حاجه علشان اول حاجه انها ما خرجتش من مصر زي ما هي قالت لانها كانت قالت انها مسافره دبي وكذلك هالة وبعدين بيسالوها عنها لو كانت مصاحبه يعني او مرتبطه بحد فبترد عليهم سلمى وبتقول لهم ان جالها عريس من زمان جدا بس رفضناه عشان كانت مش مستلطفاه وبتديله اسمه وبعدين بيدخل جابر واللي بيبتدي يساله حازم اسئله صارمه بدون لف ولا دوران بس جابر بيرد عليه بكل هدوء وتفكير وفي اخر المقابله بيعرف ادم اللي هو يبقى ابن حازم من الصوره اللي هو حاططها على المكتب وبيخلص معاه وبيمشي وبعدين بيروح المحامي اللي خد موضوع ابو عبله مرات جابر الاولى وراح عنده المنطقه وتحديدا في القهوه بتاعت المساعده بتاعت هانم وبيعرف شويه معلومات زي ان مثلا ان جابر وعيلته كانوا من فتره على قدهم ومعهمش فلوس لحد ما بدا يشتغل في العقارات هو وواحد اسمه يوسف ويوسف ده بقى كان شغال في الخليج من 5 سنين لحد ما قرر انه ينزل لمصر وبعت رساله يستنجد بيها اهله ومن ساعتها هو محدش شافه وجابر حاليا هو اللي بيدور الدنيا وكسبان يعني وام زينه بتروح بتكلمها في التليفون وبتطمن عليها وعلشان زينه تتبين انها مصدومه بتقول لها انها خدت موضوع السفر ده حجه علشان تروح تعيش مع اصحابها اللي موجوده في مصر وانها سافرت دبي ومن ساعتها وهم ما اتكلموش مع بعض وبعديها بتقفل مع امها بحجه انها عندها تصوير والمحقق حازم بيجي له خبر البلاغ اللي اتقدم من ابو عبله وبيطلبه وبعد كده بنشوف ام جابر وهي بتعيد في شريط ذكرياتها وتشوف اللي شافه جابر لما قتلت ابوه قدام عينه وبعد كده بيروح جابر لامه وهي بتساله عن فاديه كذا مره وهو ما بيردش عليها فبتقوم سألها عن عبله وكل الناس اللي كانوا حواليه واختفوا فبيقوم جابر قايم وماشي وبيروح رامي المحامي مع ابو عبله للمحقق حازم وبيحكي له حكايه جابر والناس اللي بقت بتختفي من حواليه زي جمال السواق وفاديه ويوسف والناس دي كلها وابو عبله بيقول له ان بنته بعتت له رساله على الموبايل بتقول له انها تهرب مع عشيقها وبعدين اختفت بس المحقق حازم ما بيكونش فارق له كل ده علشان ده يعتبر كله كلام ملوش دليل ولو كان في اتهام مش هيبقى على جابر قد ما هيكون على يوسف الشخص اللي احنا ما نعرفوش لحد دلوقتي. بعدين بيسيب المحامي الملف بتاع القضيه وبيمشي مع ابو عبله وبعدين بيحكي حازم مع معتز وبيقول له ان يوسف كان بيخون جابر مع مراته اللي هي عبله عشان كده متهم وبعدين بيروح جابر لشخص كان عارض على السيد الطويل انه يشتري منه المصنع بس كان رافض فبيروح جابر تاني ليه وبيقعد يتكلم معاه علشان يشتري منه المصنع بحجه يعني انه ملوش في التصنيع وكده ومعتز بيجمع ادله على جابر وبيعرف عنه انه عايش مع امه ومعروف في المنطقه انه طيب وجدع وبنرجع لسنه 2013 لما جابر بيتكلم مع يوسف صاحبه اللي عايش في الخليج واللي بنعرفه من يوسف انه بيبعت له فلوس من سنه ونص لحد دلوقتي ومفيش حاجه بتوصل له وانه هينزل مصر اليومين الجايين علشان يشوف كشف المعاملات بتاعه الشركه وكمان بيقول له انه هيروح لواحد اسمه السيد الطويل علشان يشاركه وجابر طبعا بيبقى مش عاجبه الكلام دوت. بعدين بنشوف جابر قاعد مع السيد الطويل على اساس انه يوسف وهنعرف كل حاجه دلوقتي وبنشوف سلمى وهي بتزن على امها بعد ما عرفت انها بتكلم زينه كل الفتره ديت من غير ما تعرفها حاجه وحازم بيروح لادم ابنه بعد ما عرف من واحد صاحبه انه نزل من وراه وكالعاده بيتخانقوا وده اللي بيخليه يمنعه من النزول تاني وبياخد منه الموبايل وبعد محاولات كتيره من سلمى علشان تتصل على زينه موبايلها بيرن
وجابر بيبقى قاعد معاها، بس المره دي ما بتبقاش امها بل سلمى، واللي على طول بتفضل تسالها كتير وكانها بتحقق معاها. فزينه بتتلخبط وبتقوم قافله الموبايل، وبعدين جابر بيقول لها انهم لازم يسيبوا المكان دوت، وسلمى بترن عليه وبتقول له انه عايزاه ضروري علشان عرفت ان امها بتكلم مع زينه من ورا البوليس. بس جابر بيقول لها انه مش هيعرف يجي، فبتقوم رايحه لوحدها للمكتب عشان تقول كل اللي حصل. بس لما بتروح ما بتلاقيش المحقق حازم، ولما معتز بيخرج يشوفها بتكون مشيت. وجابر بيربط كلام مع الراجل اللي هيشتري المصنع وبيديله عربون لشاري المصنع، وبيتكلم حازم مع اسم تاني علشان يعرف حكايه جابر ده، والاسم برضه بيقول نفس الكلام اللي قاله معتز، انه عليه وش كتير وجات لهم اخبار بان السواق بتاعهم وواحده شغاله عندهم اسمها فاديه مختفيين. بس اللي سمعوا من اهل المنطقه انه جدع وطيب وما سابش حد غير انه واجب معاه، ومعتز بيجيب له التحريات بتاعته، واللي بتوصل حاجه لحازم بتخليه فرحان وهنعرفها بعدين. رضوان بقى كان مصور العقودات بتاعه المصنع، واللي بيعرف من واحد صاحبه ملازم ان الشخص ده عليه بلاوي كتيره ومطلوب اللي هو يوسف. فالكلام ده بيوصل لحازم، واللي على طول بيروح وبيعرف من رضوان انهم هيتقابلوا بكره الساعه 12 في المصنع. فبيحكي لهم حازم انهم هيقبضوا عليه وسط ما هم بيبايعوا. فعلا ده بيحصل، بس بيروح صديق الاول وبيشك في حاجه وفي تصرفات رضوان، فبيتصل على جابر وبيقول له ان في حاجه غريبه تبع الراجل اللي جاي يشتري المصنع، غير كده في ناس كتير حوالينه وشكلهم غريب. فبيقوم قافر جابر معاه وعلى طول بيجري وبيهرب منهم وهم بيجروا وراه، وبعد مطاردات كتيره وتخبيط بيوصل حازم ليه، بس جابر بيقوم رافع طفل عشان ما يضربش عليه نار وبيقوم هربان. ولما بيوصل لزينه وبيقول لها ان الحكومه جايين دلوقتي وراه، بس بقى بنكتشف ان كل ده كان تخيلات، وان زينه ولا هي مبسوطه ولا نيله، وكل ده كان جابر مهيأ لنفسه انه عايش معاها في سعاده. ولما الحكومه بتيجي بيقوم جابر مغرق البيت بنزين وبيولع فيه وبيمشي. وبعد ما جابر بيولع في البيت بتحاول زينه تخرج وتفك نفسها، بس بيغمى عليها وبيقتحم الضباط المكان وبيعرف حازم ينقذها، وبعد كده بيسعفوها وبيؤمر حازم رجالته ان صورته تتوزع في كل حته بعد ما يعرفوه طبعا. وبيروح حازم وبيعرف اهلها على اللي حصل، ووسط الاحداث والصدمه اللي اهلها فيها ابوها ما كانش راضي يشوفها، وده اللي كان مستغرب منه حازم. بيجي الدكتور وبيقول لهم ان زينه تقدر تشوفهم وحالتها النفسيه كويسه دلوقتي، فبتدخل الام وسلمى علشان تشوفها. وبعدين بتروح سلمى للمحقق حازم وبتحكي له ازاي عرفت محي اللي هو جابر ده، فبتقول له انها اول مره شافته كانت سنه 2012 لما كانت شغاله في محل موبايلات، ودخل عليها علشان يغير كود كان ناسيه. وبتقول له انها الفتره دي كانت بتدور على جواز علشان زهقت من عيشتها مع اهلها. وفي تاني يوم بيروح حازم مع طبيب نفسي علشان يشوفوا زينه وبيبداوا كلام معاها. وبتحكي زينه اول مره عرفت محي من سلمى، وصحيح زينه ما كانتش تعرف ان محي اسمه الحقيقي جابر. فالمهم بتحكي اول مره عرفته كانت من 4 سنين لما راحت لاختها سلمى علشان تاخد منها الشنطه بتاعتها، ولانها كانت عندها جلسه تصوير مهمه ومستعجله بياخدها جابر هي واختها وبيوصلها. وفي الطريق بيعجب جابر بزينه وبيفضل يقول لها انه ليه صحاب منتجين وكده لو حابه تعرفهم ممكن يوصلها ليهم. ولا ما بيعجبهاش الكلام ده سلمى، زينه بتفضل تسمع لمحي لحد ما بتقول لحازم على المره اللي هي خلاص زهقت منه ومن زنه علشان يرتبط بيها، لان جابر كان خلاص اعجب خلاص بزينه وكان عايز يرتبط بيها. خلينا نرجع لموضوعنا. لما بعدها بسنه راحت علشان تقطع معاه، فبيقول لها انه احساسه تجاهها كان مجرد اعجاب، بس اللي ما بينه وما بين سلمى اكبر من كده بكتير، وانه هيتجوزها وهي دلوقتي في نظره اخت مراته. وبتحكي كمان انه من بعدها ما حاولش انه يقول لها انه عايز يرتبط بيها، لحد ما في مره كانت عايزه تبطل تمثيل وتتخطب لواحد اسمه زياد. ولما بتقول لجابر بيقول لها انه داخل في مشروع لانتاج فيلم سينمائي تاريخي في دبي، وفرصه الشغل ديت ما تتعوضش، وانها تعرض الكلام دوت في العزومه اللي كانت في البيت عندهم. واللي ابوها بيرفض الموضوع على طول وبيقول لها انها ما تفتحش الموضوع ده تاني. فبتحاول زينه تاني وبتقول له لو يعرف يجيب دور ليالا صاحبتها علشان اهلها بيحبوها جدا، ولو المره دي ما وافقوش هيطلعوا هما الاتنين سوا غصب عنهم. وفي قعده ما بين هاله وزينه بيجي جابر وبيقول لهم انه عارف يجيب دور لهاله وتبقى ضمن الكاست، وده اللي بيفرحهم جدا. بس بيقول ان في مشكله، وهو لما اتكلم معاهم قالوا له ان تذكره السفر والاقامه هتبقى عليها اللي هي هاله يعني، وعشان كده تبقى مجهزه حالها يعني. فبتقول له هاله انه عادي مفيش مشكله وهتدبر الفلوس ببيع عربيتها وكده، وبيبقوا طيرانين من الفرحه، خصوصا بعد ما راحوا للمنتج اللي اسمه عادل ده اللي جابه اصلا جابر ونصاب يعني، وضحك عليهم وقال لهم انهم اتقابلوا في التصوير. وبعد كده بتقول زينه لاهلها على الموضوع دوت، وده اللي بيعصب ابوها جدا وخوفني ردة فعله انا شخصيا. فالمهم بتقول زينه لحازم انها ترتاح وتبقى تكمل معاهم تاني. وبعدين في يناير 2018 بيظهر جابر على حقيقته لما بيخطف زينه وبيحبسها، وبنرجع لحازم لما بيحاول يصالح ادم بعد اللي عمله وبيعرف يصالحه. وبعدين بيروح جابر بقى لنور اخر ورقاته علشان يقول لها ان شغله وقف في الجمرك وعايز فلوس عشان يطلعه، والفلوس بتاعته كلها هتروح لو ما جابش الفلوس ديت. وبيقول لها ان المبلغ دوت 350,000 جنيه. فبتقوم قايله له انها ممكن تفك البضيعه بتاعتها وتديها له، وهو بقى يبقى يرجعهم لها في اي وقت، والكلام ده من ورا اهلها علشان ما يبانش يعني قصادهم انه صغير وكده. وفي نص الكلام بتيجي مكالمه من ام جابر ليه، وهي بتقول له انه يجي لها علشان يكشف على رجليها، والمحقق حازم بيبقى قاعد معاها. بعد ما بتكلموا هانم المحقق حازم بيطلب منها
اتكلموا تاني علشان مده المكالمه كانت قصيره، فبتكلموا مرتين وفي المره الثالثه بيشك جابر في معامله امه ليه، فبيقوم قافل التليفون. فبيقوم حازم قايل لها ان ابنك مشترك في جرائم قتل كتير ومش واحده بس، بيقول لها اي حاجه هتخبيها هتبقى مشتركه في الجريمه معاه. وبيقوم سايب ظباط بيراقبوا المكان وبيمشوا، وبعد كده بيعملوا مكيده لجابر عشان لما يجي يقبضوا عليه بسهوله. فبيشوفوا واحده منقبه رايحه البيت هاني، فبيروح وراها حازم علشان شك ان يبقى هو، بس في الاخر بتطلع واحده ست بتقول له ان جابر قال لها تنزل تطمن على امه علشان هو هيبقى بره اليومين دول. وابو عبله بيروح لبيت جابر وبيعمل خناقه علشان عرف ان بنته ماتت، وبعدين بيروح عيله زينه يطمنوا عليها، وبنعرف ان زينه ولا طايقه ابوها ولا ابوها طايقه. وبنرجع لسنه 2018 لما بيقف جابر في نص الطريق وبيقول لهاله وزينه انهم هيريحوا في الفندق ده يومين ثلاثه لحد ما يخلصوا اجراءات السفر. فبيطلعوا الفندق وبيبقوا فرحانين انهم خلاص هيسافروا. وبتقول زينه لهاله قد ايه هي احن ليها من اختها. ووسط ما بتخش هاله تاخد شاور بتيجي رساله من محي بيقول لها فيها انها تقابله لوحدها تحت، ولما بتروح له بيقول لها ان المنتج اللي في الكاست معجب جدا بهاله وعايزها مكانها. ولما بترفض زينه ما بتكونش مصدقه، وبيقول لها ان ممكن لو ما ردتش عليهم يومين ثلاثه يعرف يخلصها منها وتطلع هي مكانها وتمثل. فبتوافق زينه خصوصا انها مش عايزه ترجع البيت. فبينزل جابر علشان يجيب لهم العصير وقال لها انه هيجيب لها منوم علشان تنام اليومين الثلاثه دول يعني. وبعد ما زينه بتجيب العصير وبتديه لهاله بتقوم جايه مواجهاها وبتقول لها انها ما توقعتش ابدا ان كل دوت يطلع منها، وبتقول لها على اللي قاله جابر ليها. وهاله بتقول لها ان مفيش حاجه من دي حصلت، بتقول لها انها ولا هتمثل وهترجع بيتها تاني. بس وسط ما بتتكلم من كتر الوجع اللي في السم بتقع من طولها وبتتخبط في راسها من المكتب وبتقع. ساعتها زينه ما بتكونش عارفه ان ده سم، وبتقول لحازم كده وبتسأله لو كانت هتتعدم معاه. فبيقول لها حازم ان ده يرجع للنايب وهو اللي هيحدد مصيرك، وممكن تاخدي حكم مخفف بس لو تعاونت معانا. وبعدين بتقول له انها ودت الشنطه اللي فيها هاله لجابر بس ما دفنتهاش معاه. وبيوصف الطبيب النفسي من الكلام اللي قالته زينه بان جابر ده شخصيه سيكوباتيه عايشه في عالم تاني وبيتوهم حاجات مش موجوده في الحقيقه لدرجه انها وصلت انه بيقتل في الناس وهو ما يعرف. وبنرجع لسنه الجريمه لما بياخد جابر الجثه لمكانها علشان يدفنها، ولما بيكشف الغطا اللي في الشنطه بتخاف زينه وبتجري، بس جابر بيروح وراه وبيديها خبطه على دماغها فبيغمى عليها. وبعدين بيروح مكان التدريب اللي ادم ابن حازم بيتدرب فيه وبيصوروا، وبيروح حازم البيت وما بيلاقيهوش وده بيخوفه وبينزل يدور عليه. ونور وامها بيبقوا مستنيين حسن على وصول، وسط هم قاعدين بيلاقوا خبر في التلفزيون بان حسن دوت جابر ومطلوب من كل الجهات واي حد يشوفه يتصل عليهم على طول. بيرن الجرس وبيبقوا مرعوبين، فبيسمع جابر عياطهم وبيهرب. ولما بيروح حازم علشان يشوف ابنه بيلاقي فيديو مبعوت له في ادم وهو مربوط ومغمى عليه. فبيمشي حازم وهو مش عارف يعمل ايه وبيجيب هانم تاني عنده في المكتب بس ما بيعرفش يطلع منها بحاجه. ولما بيفشلوا الضباط انهم يوصلوا لجابر بيلاقي اتصال جايله من رقم، ولما بيرد بيلاقي جابر هو اللي بيتكلم وبيقول له انه لو عايز ابنه حي يجيب له امه على المكان اللي هيقول له عليه. طبعا بيبقى حازم متنرفز ومش عارف يعمل ايه، فبيقول له ان البيت متراقب هيجيب له امه ازاي. فبيقوم رادد عليه جابر وبيقول له ان ده مش شغله. وبعد ما بتنتهي المكالمه بيقول حازم على اللي حصل لمعتز، فبيطلب حازم من معتز انه يروح يقعد مع زينه ويفهم منها ازاي جابر بيفكر ويطلع منها باي حاجه. ولما بيروح يقعد معاها بتبقى مش فاكره حاجه بس بتحكي له على اللي كانت بتسمعه منه، زي مثلا صاحبه يوسف اللي كان وصل من الخليج وقاعد بياكل معاه، واللي جابر ساعتها بيحط سم في الاكل وبيقع يوسف ضحيه في ايد جابر. وبعدين عبله مراته اللي بيخنقها في مره كان راجع البيت واتخانقوا فبيقوم جاي من وراها وموتها، واللي بتحكي له انه دفنهم في بيت يوسف وفعلا بيلاقي معتز الجثث ديت. بيتصل جابر على حازم وبيسمعه صوت ابنه وبيقول له انه يروح لبيت امه علشان يجيبها، ولو عايز ابنه حي هيديله عنوان يجيله وساعتها هيسلمه امه. وبيقفل الخط ومعتز بيلاقي 3 جثث تانيين مدفونين في فيلا قريبه من البيت اللي اتدفنت فيه عبله. وبيروح حازم لهانم وبيقول لها انها تيجي معاه دلوقتي علشان تشوف ابنها، واللي كانت في الاول رافضه بس لما بتسمع صوت الجيران والناس اللي بره بتروح معاه وهم في العربيه بيتصل عليه جابر وبيديله العنوان. وبعد ما بيوصل للمكان فعلا معتز بيبقى في الطريق، وبعدين بيتقابل جابر وحازم بيبقى معاه ابنه وبيقول له انه يسيب المسدس وبلاش لعب معاه. وبعدين بيقوم قايل له انه هيديله امه بس امه ما بترضاش تروح له وبتقول له هتروح على فين معاه، كفايه اللي انت عملته فيا. فبيدعي عليها جابر وبيقول لها ان انت السبب في كل اللي انا فيه ده دلوقتي، ولسه بيتخانق معاها. فبيقوم ادم فاكر نفسه وبيقوم جابر ضارب نار، طلقه بتيجي في امه وحازم بيقوم ضارب نار على رجل جابر وبينزل عليه ضرب لحد ما البوليس بيجي وبيشيلوا معتز من عليه. وبعد كده بيتنقل جابر لمستشفى الامراض النفسيه بعد ما اتحكم عليه بالاعدام في كذا حكم. بيخلص الملخص بتاعنا بواحد ماشي في المقابر وبيروح يفتح مكان بيبقى جابر قايل له عليه وحاطط فيه فلوس. وبينتهي الملخص بتاعنا على كده. الفيديو ده سجله منتجه كريم اسامه. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الاشعارات عشان يوصلكوا كل جديد، وتابعوني هناك على الانستجرام هتلاقوني اكتر متفاعل هناك. وشكرا ليكم.